سيد أحمد، شو رأيك نفتح حوار؟ من هم أعداء أهل البيت؟ شو رأيك نفتح هذا الحوار؟ لا تتهرب من موضوع الخلاف. نحن خلافنا بدأ وين؟ إذا تريد أذكرك. سيد أحمد، إذا حاب نتحاور من هم النواصب وأعداء أهل البيت، وأنت تدعي أنك موالي ومحب لأهل البيت، نشوف من هم النواصب ومن هم أعداء أهل البيت. فإذا مستعد تفضل. في شو تكلم عن الأخلاق، عن اللعن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن لا باللعان ولا بالطعان ولا الفاحش البذيء. انت دينك كله لعن وفي لعن. مش هذا موضوعنا اللي انت تدعون. انا راح ابين لك انت كشيعي امامي 12 ناصبي لاهل البيت، وان دينك دين النصب العداء لاهل البيت. فاذا حاب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. طبعا أنا ما تعرفون، أنا لما أدخل بحوار ما أهرب، وأنتم تطردوني رغما وغصبا. هذا معروف دائما، ما يوم طلعت من عندكم وفريت من عندكم دائما أنتم تطردوني وتشتمون وتلعنون وتسبون وتخرجون من الخلق. أغير لك السؤال يا سيد أحمد، وأنت سيد صاحب عمامي يعني. أسألك سؤال بسيط جدا وأتمنى أسمع منك إجابة، لأن أنا قلت هذا الكلام حق واحد شيعي ما صدقني. أريد شيء واحد فقط اتبعتم فيه أهل البيت، فعلوا أهل البيت وأنتم اتبعتموه. تفضل يا سيد أحمد، أريد أسمع منك إجابة. ما هذا الأخ اللي يقول اللعن؟ أولا خل أعرف ما هو اللعن. اللعن في اللغة قال الراغب: اللعن الطرد والإبعاد على سبيل السخط، وذلك من الله سبحانه وتعالى في الآخرة عقوبة، وفي الدنيا انقطاع عن قبول رحمته وتوفيقه، ومن الإنسان دعاء على غيره. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مداخلة فقط لتبيين دين الشيعة الباطل الذي ليس من نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي فيه من الضرب والشتم لأنفسهم أيضا في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب. وهل كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم شيعة في ذلك؟ وهل ذكرت الشيعة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أم خرجت من يهودي في ذلك وأصبحت تنهج وتدرس مذاهب الشيعية التي والله لم ترد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله أن ينتقم من كل واحد يبتعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بدين جديد. تبدل ما قلته. قلت رسول الله صلى الله عليه وآله في الأحاديث اللعان ولا يقبل اللعن، وقد ورد في كتاب الله الكثير من الآيات بألفاظ متعددة منسوبة إلى الله عز وجل، وأخرى منسوبة إلى الإنسان تقول في اللعن. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن لا نأخذ من مزابل التاريخ الشيعية، وإنما نأخذ من عقيدة السنة وأهل السنة الجماعة. أما بالنسبة للطرد كما فسرها المفسرون في ذلك، الطرد بمعنى الطرد من رحمة الله جل جلاله، هذا هو المقصود بها، وليس من أن نأخذ من مزابل الشيعة النتنة في ذلك. الرحمن الرحيم: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما أنزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. وقال تعالى: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال تعالى في آية المباهلة: من حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. سيد أحمد، شو رأيك نفتح حوار
من هم أعداء أهل البيت؟ شو رأيك نفتح هذا الحوار؟ لا تتهرب من موضوع الخلاف. نحن خلافنا بدأ وين؟ إذا تريد أذكرك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لو أن فيك خلق النبي صلى الله عليه وسلم لما قلت هذا الكلام، أي تريد أن ترد الصاع بالصاع، وهل جزاء الإحسان إلا بالإحسان؟ وأيضا في ذلك اللعنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن ليس بلعان ولا طغان، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ذلك وأنت تريد تلعن، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر يقول إن لم تكن اللعنة بصاحبه رجعت عليه، فإذا لعنت الصحابة أو لعنت أي واحد من ذلك فاللعنة بإذن الله جل جلاله ستأتي إليك في ذلك. وأسأل الله جل جلاله أن يثبتنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سيد أحمد، إذا حاب نتحاور من هم النواصب وأعداء أهل البيت، وأنت تدعي أنك موالي ومحب لأهل البيت، نشوف من هم النواصب ومن هم أعداء أهل البيت. فإذا مستعد تفضل. شو تكلم عن الأخلاق، عن اللعن. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن لا باللعان ولا بالطعان ولا الفاحش البذيء، وانت دينك كله لعن وفي لعن. مش هذا موضوعنا اللي انت تدعون. انا راح ابين لك انت كشيعي امامي 12 ناصب لاهل البيت، ان دينك دين النصب العداء لاهل البيت. فاذا حاب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. طبعا أنا ما تعرفون، أنا لما أدخل بحوار ما أهرب، وأنتم تطردوني رغما وغصبا. هذا معروف دائما، ما يوم طلعت من عندكم وفريت من عندكم دائما أنتم تطردوني وتشتمون وتلعنون وتسبون وتخرجون من الخلق. أغير لك السؤال يا سيد أحمد، وأنت سيد صاحب عمامة، يعني أسألك سؤال بسيط جدا وأتمنى أسمع منك الإجابة، لأن أنا قلت هذا الكلام حق واحد شيعي ما صدقني. أريد شيء واحد فقط اتبعتم فيه أهل البيت، فعلوا أهل البيت وأنتم اتبعتموه. تفضل يا سيد أحمد، أريد أسمع منك إجابة. أنه هو يحدد الحوار كيفما يشاء، هذا غير مقبول من عندي. أنا أحدد محور حوار ونتحاور به. لا تبتدي بمظلوميات يا سيد أحمد، عيب، أنت سيد يعني، فما بال حال يعني عوام الشيعة. تفضل أعطيني فعل واحد اتبعتم فيه أهل البيت، تفضل. أنت يا أخي لا تزايدنا على أهل البيت، وأنا واحد من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله. ما واحد يزايدنا على أهل البيت وعلى اتباع أهل البيت. نحن نتبع أهل البيت من توحيدنا إلى أقل شيء في هذا، في المكروه، في المستحب. نحن نتابع أهل البيت ما ورد من روايات تصحح عندنا، ولا غيرك يزايدنا على اتباع أهل البيت واتباع مذهب أهل البيت. ثقافتكم التصفير، وأنتم متعودين على التصفير. طيب سيد أحمد، أنت تدعي أنك يعني من نسب أهل البيت. طيب الله سبحانه وتعالى قال تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. طيب فما أدري إذا تعرف أبو لهب ولا ما تعرفه. يعني فاطمة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. مش هذا موضوعنا. عطني شيء واحد اتبعتم فيه أهل البيت، هذا سؤالي. قل لي هذا الشيء نحن اتبعنا فيه أهل البيت بس، بكل بساطة. تفضل يا سيد أحمد. شو فيك أنت منو صفر الآن؟ قوم لوط. نجيب لك المعممين بيصفرون، يعني هل هم لوطية؟ يعني نجيب لك إياهم بالفيديو. مش هذا موضوعنا. عطني فعلوا أهل البيت أنتم فعلتموه كشيعة إمامية 12. تفضل يا سيد أحمد، صار لنا ساعة أعيد عليك السؤال. تفضل. عيب، هذا أنت السيد، فما بال حال العوام.
خلي عوام الشيعة يعرفون دين الشيعة الإمامية الاثنا عشرية. تفضل يا سيد. للأسف شوف أنت الآن تقول دعك من المظلوميات، والآن أنت عطني وعيب أنت تسألني عن ديني واتباع لمحمد وآل محمد. كل ما قلت لك أنا أتبع محمد وآل محمد بصلاتي بصيامي بتوحيدي بكل المستحبات في الدين، المكروهات التي جاءت من رسول الله صلى الله عليه وآله وجاءت من أهل البيت سلام الله عليهم. بعد شنو تريد يعني؟ بالصغيرة والكبيرة أمتنع عن المحرمات كبائرها وصغائرها. هذه أليس نواهي محمد وآل محمد؟ أمتنع أنا أوحد الله سبحانه وتعالى على روايات أهل البيت سلام الله عليهم. لا أجسم مثلكم، أنا متبع لأهل البيت برواياتهم بتوحيدي. سيد أحمد بنمشي معاك وحدة وحدة وبنشوف. بنبتدي بالصلاة كما قلت أنك أنت تدعي أنك تصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل ائتيني بصفة صلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندك كشيعي إمامي 12. تفضل حتى نبين شوف أنتم تتبعون النبي في صلاته، تتبعون أهل البيت في صلاتهم أم خالفتموهم. تفضل ائتني بصفة صلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بكل ما جاء في خطبة الوسيلة لأمير المؤمنين سلام الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يقره بدني ودمي ولحمي ولساني وعظمي وجميع جوارحي. فيما قال أمير المؤمنين: الحمد لله الذي منع الأوهام أن تنال وجوده وحجب العقول أن تتخيل ذاته لامتناعها عن الشبه والتشاكل، بل هو الذي لا يتفاوت في ذاته ولا يتبعض بتجزئة العدد في كماله. فارق الأشياء لا على اختلاف الأماكن، ويكون فيها لا على وجه الممازجة، وعلمها لا بأداة لا يكون العلم إلا بها، وليس بينه وبين معلومه علم غيره، بل كان عالما بمعلومه. إن قيل كان فعلى تأويل أزلية الوجود، وإن قيل لم يزل فعلى تأويل نفي العدم. فسبحانه وتعالى عن قول من عبد سواه واتخذ إلها غيره علوا كبيرا. نحمده بالحمد الذي ارتضاه من خلقه وأوجب قبوله على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادتان ترفعان القول وتضاعفان العمل. هذا كله أقره من التوحيد بدءا، وهذا توحيدنا نحن أتباع مدرسة أهل البيت. هذه مال الأطفال اتركها رجاء. أنت تسألني عن ديني. أنت من تكن أنت؟ روح أنت شوف صلاتك تتكتف. هل في صورة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتكتف؟ أنا لا أتكتف. كثير من المسلمين يصلون بإسبال اليدين ودعواهم أنهم لا يتبعون سنة عمر. أنت لا تتبع رسول الله صلى الله عليه وآله حتى في صلاتك. أنت تزايدني على صلاتي. هذه مال أنت قل لي، جيب لي دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتكتف. سيد مهدي شو جاك شو قاعد تخربط أنت؟ ائتيني بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من دينك الإمام الاثنى عشر. تفضل حتى نشوف هل أنتم تصلون صلاة النبي أم لكم صلاة خاصة كشيعة إمامية اثنى عشرية. نشوف هل اتبعتم النبي أم خالفتم النبي. تفضل، هذا سؤالي. قاعد تهرطق وتشرق وتغرب ليش؟ تفضل. أنت تسأل عن جزئيات وعن ألف باء الدين، وهذا ما مقبول منك أساسا، ما مقبول منك. احنا مو أطفال نتعلم دار دور. أنت لعله أنت جيب لي صلاتك وثبت لي صلاتك. نفس الشيء، نفس السؤال يرجع عليك. أنت ثبت لي صلاتك مطابقة لصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله. أنا أسألك نفس السؤال. هدأ من روعك حتى أبين لكم أنكم كشيعة إمامية اثنى عشرية لا تتبعون أهل البيت ولا النبي في شيء واحد. شوف، ولا شيء واحد. طلبت منك صفة
صلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تكتف ما راح أتيك بالتكتف، بس تفضل الآن سواء تكتفت سواء لم أتكتف، مش هذا موضوعنا. تفضل الآن ائتيني بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ايش فيك انفعلت وخرجت عن السيطرة؟ هدأ من روعك وائتيني بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عندك في دينك الإمامي الاثنى عشري. تفضل. أبو سهيل، أنا أحب بعض الأحيان لهجة الأهوازي. يا أبو عمر، بعض الأحيان أحب لهجة الأهوازيين. يا أخي، هذا أنا قاعد أحكي بالمايك، مو قاعد أحكي بالتليفون، مشكل السماعة بذاني والصوت يطلع قوي لأنه أنا أبث من المايك. سيد أحمد تفضل. هل يوجد لديكم كشيعة إمامية اثنا عشرية صفة صلاة النبي أم لا يوجد؟ تقول لي هذا سؤال مدري صلاة ركن من أركان الدين، تقول لي جزئيات؟ عشان تعرفون يا أخوان أن الشيعة الإمامية الاثنا عشرية ما عندهم شيء يتبعون في أهل البيت. تفضل، هل يوجد لديكم صفة صلاة النبي أم لا يوجد؟ الجواب تقول لي نعم يوجد وهذه صفة صلاة النبي وتعطينا المصدر. تقول ما يوجد، تقول لا يوجد. تفضل. شوف، انفعلت لأنه تسأل من البدائيات، وهذه من أوليات الدين. الصلاة، شوف، قل لي بالخلاف بيني وبينك في الصلاة، أنا أقول لك أن هذه صلاة رسول الله لو غير صلاة رسول الله. أما تأتيني تعال جيب لي الله أكبر ومن البداية بيني وبينك في الصلاة، أنا أقول لك أن هذه صلاة رسول الله لو غير صلاة رسول الله. أما تأتيني تعال جيب لي الله أكبر ومن البداية الأذان والإقامة يا أخي يا عزيزي، كن في الحوار موضوعيا، كن في الحوار صاحب إنصاف، كن في الحوار صاحب علم، يحاور الإنسان بعلم. أنت تعاور بجهل مطلق. طيب اعتبرني أنا جاهل وخل عوام الشيعة يستفيدون من هذا الحوار. هل يوجد لديكم كشيعة إمامية اثنا عشرية صفة صلاة النبي أم لا يوجد؟ أو أنت سيد، أنا من عوام أهل السنة. تفضل الآن، يوجد لديك ولا كيف تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وأنت لا تعرف كيفية الصلاة؟ كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤالي. تملك صفة صلاة النبي أم لا تملكون؟ تفضل. الصلاة بيني وبينك هناك مشتركات كثيرة. القبلة مشتركة بيني وبينك. الأذان والإقامة أنا عندي فصول في الأذان والإقامة ما موجودة عندك. عندي تريد تتحاور بالأذان والإقامة، أنا أحاورك بالأذان والإقامة. يعني أنت بس قل لي أنت يعني تريد شنو؟ يعني تريد شوف مواضع الخلاف بيني وبينك التي تقول بها أنت جنابك هذه مطابقة لرسول الله، أنا أقول لك هذه ما مطابقة لرسول الله. أنت تقول لي هذه مطابقة دين رسول الله، أنا أقول لك هاي اللي عندك ما مطابقة لدين رسول الله. هذا الحوار يكون بهذه الصورة موضوعي. موجودة مروية عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، موجودة صورة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وآله. والصلاة عندنا توقيفية، هذا متفق عليه عند كل علماء الإمامية أن الصلاة توقيفية، جاءت من الله سبحانه وتعالى، علم بها رسوله الكريم صلى الله عليه وآله، ورسوله علم بها أهل البيت وعلم بها الناس والمسلمون. سيد أحمد، أنا ما سألتك هل الصلاة توقيفية أم غير توقيفية، سألتك عن صفة صلاة النبي. هل تمتلكونها كشيعة إمامية؟ صفة صلاة علي بن أبي طالب هل تمتلكونها كشيعة إمامية اثنا عشرية؟ الجواب نعم نمتلك صفة صلاة النبي. لا نمتلك. هذا سؤالي. ليش قاعد تلف وتدور؟ رحت لي للأذان، راح أثبت لك حتى الأذان ليس الأذان الذي أذن به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل شوف، بل تخالفون أهل البيت والأذان الذي أذن به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل، أريد إجابة مباشرة. تملكون صفة صلاة النبي أو صفة صلاة علي بن أبي طالب أو لا تملكون كشيعة إمامية 12؟ الجواب نعم نملك، وهذه صفة صلاة النبي. لا نملك، وخلاص نروح للنقطة اللي بعدها. تفضل، حتى أثبت للجميع أنكم لا تتبعون أهل البيت ولا بشيء واحد. شوف، ولا شيء واحد. تفضل. قلت موجودة. ممكن
الآن لأن عوام الشيعة قاعدين يستمعون ويريدون يستفيدون منك. تفضل، أين وردت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عندكم كشيعة إمامية 12؟ تفضل أعطينا المصدر. أولا يا أخي، أعرف أن المنقولات عندنا مدرسة أتباع أهل البيت من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن أهل البيت سلام الله عليهم. أرجوك راجع. أنا الآن الكتب مو تحت إيدي لأن أنا بالبيت الثاني، ولا مكتبتي جوا إيدي حتى أطلع لك وسائل الشيعة وأقرأ لك الروايات اللي موجودة عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت، كيف نزلت الصلاة وكيف كانت صلاة توقيفية من الله سبحانه وتعالى إلى رسوله، ورسوله علمها للناس. هذه صورة الصلاة التي موجودة عندنا متفق عليها أنها واردة من رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب يا سيد أحمد، أنا أتحداك، شوف كتاب وسائل الشيعة موجود عندي في البيت على فكرة، وأتحداك أن تأتيني بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من وسائل الشيعة أو من أي كتاب شيعي، أو صفة صلاة علي بن أبي طالب. هذا تحدي لك. طيب، أتحداك أن تأتيني بصفة صلاة النبي، وأنت تكذب عندما تقول أن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في وسائل الشيعة، وعيب، وأنت سيد ولا تعلم بكتبك. وهذا من جهل المعممين في مصادر كتبهم. قلت الأذان، أنا أبين لك الآن لم تستطيع أن تأتي بصفة صلاة النبي، إذا صلاتكم ليست صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قلت الأذان، أبين لك حتى في الأذان تخالفون الأئمة، بل علي بن أبي طالب لعنكم في هذا الموضوع، في موضوع الأذان، لأنكم تخالفون علي بن أبي طالب وتتبعون المفوضة اللي لعنهم عليه وسلم. قلت الأذان، أبين لك حتى في الأذان تخالفون الأئمة، بل علي بن أبي طالب لعنكم في هذا الموضوع، في موضوع الأذان، لأنكم تخالفون علي بن أبي طالب وتتبعون المفوضة اللي لعنهم علي بن أبي طالب. سؤالي لك الآن، هل كان في عهد النبي في الأذان أشهد أن عليا ولي الله؟ تفضل، أريد أسمع منك هذه الشهادة الثالثة، هل كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفضل، أريد أسمع إجابة. تفضل يا سيد أحمد، هل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن بالشهادة الثالثة أشهد أن عليا ولي الله؟ تفضل. شوف، لا تصادر المورد. أنا قلت لك موجود عندنا روايات الأذان بتفصيله، موجود عندنا روايات الركوع كيف يكون، السجود كيف يكون، صورة الصلاة موجودة كيف تكون. هذا موجود بتفصيل مفصلة جزءا موجودة بروايات أهل البيت سلام الله عليهم، وروايات أمير المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وآله. وثانيا، احنا عندنا الأدلة في ديننا. انتم ظاهر انت دائما تحاورون على محور فارغ، وهو أنه أنتم عندكم روايات في الشهادة، شهادتين عن رسول الله صلى الله عليه وآله، مسند عن رسول الله صلى الله عليه وآله. لما جئت لهم بالروايات كذب ذاك الأخ الجزائري وجاب له صفحة من كتاب بحار الأنوار ولصقها وقال هذا يكذب هذه الرواية ويضعف هذه الرواية. لما رجعت إلى الأسانيد وجدت دعوة هذا الجزائري كذاب وناسخ صفحة واضحة على صفحة كتاب المجلسي. لا تضعيف للمجلسي بهذه الرواية أبدا، ما قرأت ولا وجدت بأي صفحة ما ضعفه هذا الجزائري. تدجلون على الناس دجالين، تكذبون على الناس، تقولون لهم أنه ما موجودة أي صورة لشهادة النبي صلى الله، لشهادتين واردة عن النبي صلى الله عليه وآله عند الشيعة. لما طلعت له الشهادتين في كتب الشيعة جاب لي تضعيف كاذب ولصق بكتاب كاذب. أنا قلت لك أتحداك أن تأتيني بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عندك أو صفة علي بن أبي طالب، هذا تحدي وما استطعت أن تأتي به. تقول لي موجود، وين موجود؟ هاته.
خلي الشيعة يستفيدون من كلامك. الآن ما استطعت أن تثبت هذا الأمر. طيب رحنا للأذان. تفضل الآن، هل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن بالشهادة الثالثة اللي أنتم الآن تقيمون أو تقيمون الصلاة بها أو تؤذنون بها؟ أشهد أن عليا ولي الله. جاوبني على هذا السؤال حتى نبين أنكم لا تستطيعون إثبات ولا تتبعون أهل البيت بأمر واحد. شوف، بأمر واحد فقط. كل أموركم مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. تفضل. لا تصير مثل صاحبك وتجيب وتلصق. أنا بالنسبة لي قلت لك الكتب ما موجودة يمي، لأنه أنا عندي بيتين وأنا في البيت الثاني. هذه تفاصيل تفيدكم باكر لما جسمه تحاولون تروحون للاغتيالات لأن أنتم هذا سبيلكم، إذا تعجزون عن أحد تروحون تغتالوه. أنا مو دا أقول لك أنا بالنسبة لي ما موجودة كتبي يمي الآن. لو أنا كتبي يمي أعطيك إياها بالتفصيل كاملا، كيف تكون الصلاة توقيفية عندنا، وكيف يستدلون أئمة أهل البيت عن أن هذه هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله. سيد مهدي، عيب 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 والله عيب من المعيب، وأنت سيد ما تعرف دينك، ونحن عوام أهل السنة أعلم منك بدينك. اتفضل، سألتك سؤال، لا تهرب لي اغتيالات هذا دينك أنت دينك. سألتك سؤال، هل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالشهادة الثالثة التي تؤذنون بها كشيعة إمامية 12 شهادة أن عليا ولي الله؟ تفضل، هذا سؤالي. عندك إجابة؟ تفضل جاوب حتى نثبت أنكم لا تتبعون أهل البيت. وراح أبين لك أن علي بن أبي طالب لعن من قال بهذا القول. تفضل. بالنسبة للصلاة أنا أترك الحكم للمستمعين. الآن جاوبني على سؤالي، هل أذن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة الثالثة أم لم يؤذن بها؟ تفضل جاوبني. سيد أحمد تفضل، لك المايك وجاوب. تفضل يا سيد أحمد. ما بقادر تثبت شيء واحد تتبع في أهل البيت، وصدعت رؤوسنا نحن أتباع أهل البيت، نحن نوالي أهل البيت، ولما نطالبكم بشيء واحد تتبعون في أهل البيت ما تستطيعون أن تثبتونه. عشان نبين للمستمع أن الدين اللي أنتم عليه ليس دين أهل البيت، وأنكم لا تتبعون أهل البيت، بل أن كل أفعالكم وعباداتكم مخالفة لأهل البيت. تفضل يا سيد أحمد، جاوب على سؤالي. نعم، أذن بلال، أذن أبو ذر وأذن سلمان في موردين روايتين عندنا، أذنوا بالشهادة الثالثة واعترضوهم بعض الصحابة، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قالوا لهم هذا الحديثين كان بعد بيعة الغدير. فلما أذن سلمان بهذا الأذان وأذن أبو ذر بهذا الأذان، ماذا قال لهم؟ اعترضهم بعض الصحابة، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قالوا له يا رسول الله، سلمان قال هذا في الأذان، قال ما قلنا في بيعة الغدير، ألم نقل أن علي ولي الله؟ وفوق هذا كله، أنت أولا كنت تعرف أن الأدلة عند الشيعة الإمامية كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وروايات أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فما جاء عن أئمة أهل البيت في الشهادة الثالثة هو يكون حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن الأئمة هم يمثلون رسول الله صلى الله عليه وآله. عندك شك في الإمام الصادق سلام الله عليه أم شك في الإمام الباقر؟ ثبت الحديث صحيح عن الإمام الباقر أو عن الإمام الصادق سلام الله عليه، أنت تشك في صدقهم؟ تفضل ائتينا بهذا المصدر لو سمحت وتكرمت، أين ورد هذا الكلام اللي أنت قاعد تقوله الآن؟ وراح أبين لك أن كلامك يخالف قول المعصوم عندك. يا أما أن المعصوم أخطأ عندك وأصاب بلال وأبا ذر، أو أصاب أبا ذر وبلال،
وأخطأ المعصوم عندك. تفضل عطنا بس أولا هذا المصدر، أين أجد هذا المصدر على كلامك؟ تفضل. طيب حتى نبين لك أنك قاعد تكذب حتى على الباقر والصادق، لأن عندك علي بن أبي طالب، وهذا في بحار الأنوار. شوف أنا ما أتكلم إلا بمصدر، مو مثلك أنت قاعد حتى تكذب على الأئمة. في بحار الأنوار في المجلد 25 صفحة 273 حديث رقم 19 عن أبي هشام الجعفري قال: سألت أبا الحسن الرضا عن الغلاة والمفوضة، فقال: الغلاة كفار والمفوضة مشركون، من جالسهم أو خالطهم أو واكلهم أو شاربهم أو واصلهم أو زوجهم أو تزوج إليهم أو منهم أو ائتمنهم على أمانة أو صدق حديثهم أو أعانهم بشطر كلمة. ضع تحت هذه أو أعانهم بشطر كلمة، خرج من ولاية الله عز وجل وولاية الرسول، عندكم طبعا صاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وولايتنا أهل البيت. طيب نروح نشوف من هؤلاء المفوضة. شوف اسمع، في من لا يحضره الفقيه، انزين، في المجلد الأول صفحة 290 قال: وهذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه، والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارا وزادوا في الأذان محمد وآل محمد خير البرية مرتين، وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله مرتين، ومنهم من روى بدل ذلك أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا مرتين. ولا شك في أن عليا ولي الله، وأنه أمير المؤمنين حقا، وأن محمدا صلوات الله عليه خير البرية، ولكن ليس ذلك في أصل الأذان، وإنما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض المدلسون أنفسهم في جملتنا. طيب أزيدك من الشعر بيت، وكذلك في بحار الأنوار في المجلد 25 صفحة 343 عن زرارة أنه قال: قلت للصادق عليه السلام. شفت أبين لك أنك أنت قاعد تكذب حتى على الأئمة، وأنك جاهل حتى بمصادر كتبك. للصادق عليه السلام أن رجلا من ولد عبد الله بن سبأ يقول بالتفويض، فقال: وما التفويض؟ قلت: إن الله تبارك وتعالى خلق محمدا وعليا صلوات الله عليهما ففوض إليهما الخلق، فخلقا ورزقا وأماتا وأحيا. فقال عليه السلام: كذب عدو الله، إذا انصرفت إليه فاتل عليه هذه الآية في سورة الرعد: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. طيب الأئمة يلعنون المفوضة اللي أنتم تتبعونهم. طيب الآن سؤالي لك، المفوضة زادوا في الأذان أشهد أن عليا ولي الله، والإمام عندك علي بن أبي طالب يقول: من شاطرهم من أوعانهم بشطر كلمة خرج من ولاية الله عز وجل وولاية الرسول وولايتنا أهل البيت. هل أنتم الآن خرجتم من ولاية أهل البيت باتباع المفوضة الذين لعنهم المعصومين عندك؟ اتفضل جاوبني. بسم الله. أخي أنا أردت أن أجرك إلى النكران الكامل إلى صورة الصلاة، صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله عند الشيعة. أنا أنطيك هذا الحديث وشوفه، روح دقق به موجود أو غير موجود. عن أبو عبد الله سلام الله عليه يقول لحماد بن عيسى في الحديث الصحيح السند، قال لحماد بن عيسى: يوما تحسن أن تصلي يا حماد؟ قلت: يا سيدي أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة. فقال عليه السلام: لا عليك، قم صلي. قال: فقمت بين يديه متوجها إلى القبلة، فاستفتحت الصلاة وركعت وسجدت. فقال عليه السلام: يا حماد لا تحسن أن تصلي،
ما أقبح بالرجل أن يأتي عليه 60 سنة أو 70 سنة فما يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة. قال حماد: فأصابني في نفسي الذل فقلت جعلت فداك فعلمني الصلاة. أبو عبد الله عليه السلام مستقبل القبلة منتصبا، فأرسل يديه جميعا إلى فخذيه ثم أصابعه وقرب بين قدميه حتى كان بينهما 3 أصابع مفرجات، واستقبل بأصابع رجليه جميعا لم يحرفهما عن القبلة بخشوع واستكانة، فقال: الله أكبر، ثم قرأ الحمد بترتيل وقل هو الله أحد، ثم صبر هنيا بقدر ما تنفس وهو قائم، ثم قال: الله أكبر وهو قائم، ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه مفرجا، ورد ركبتيه إلى خلفه حتى استوى ظهره، حتى لو صب إلى آخر الحديث. هذا الحديث مولانا راجع من لا يحضره الفقيه، الجلد 1 صفحة 196، رقم الحديث 916. أمال الطوسي جلد 13 صفحة 300. أمال الطوسي رقم 337، رقم الحديث 13. الكافي جلد 3 صفحة 311 رقم 8. التهذيب جلد 2 رقم صفحة 81 رقم الحديث 301. هذه صورة الصلاة من أهل البيت واردة، وصلاة الإمام الصادق هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله. ذكرت عدم اتباعنا لأهل البيت بالبداية، وقلت ما عندكم أي صورة صلاة لصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله، وصلاة الإمام الصادق هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله. وجئت لك بالرواية عن الإمام الصادق صحيحة في كتبنا، ماذا تقول بعد هذا؟ شفت أنك لا تملك صفة صلاة النبي ولا تملك صفة صلاة علي بن أبي طالب، ذهبت إلى من؟ إلى الصادق، فلا تقول عندي صفة صلاة النبي أو صفة صلاة علي بن أبي طالب. طيب أنا هذا الأمر راح أتعداه وما راح أبحث لك في مسألة السند، فأنا أثبت لك أنك لا تملك صفة صلاة النبي. يعني شوف، عندك علي النبي وعلي والحسن والحسين، ورحت للصادق، واللي ينقلون عن الصادق عندك أصلا ما التقوا بالصادق. يعني الصادق عايش في المدينة ومات في المدينة، واللي ينقلون عنه من أهل الكوفة، فما التقوا فيه ولا رأوه ولا جالسوه. هذا مش موضوعنا. تفضل، الآن خلصنا، ما تملك صفة صلاة النبي. طيب جبت لي عن الصادق، وأنا مش هذا موضوعي، خلاص انتهى. بينا لك أنك ما تملك صفة صلاة النبي ولا صفة صلاة علي بن أبي طالب. الآن تفضل، موضوعنا في مسألة الأذان اللي أنتم اتبعتم فيه المفوضة اللي لعنهم المعصوم، وأنتم أخذتم الدين من المفوضة، الأذان من المفوضة. والمعصوم قال عندك: من أخذ منهم شطر كلمة خرج من ولايتنا وولاية الله، من ولاية الله وولاية الرسول وولايتنا أهل البيت، بل ولعنهم المعصوم. تفضل الآن، هل أنتم تتبعون من لعنه المعصوم ومن وصفهم منهم خرجوا من ولاية الله وولاية الرسول وولاية أهل البيت؟ تفضل جاوب. ولايتنا أهل البيت بل ولعنهم المعصوم. تفضل الآن، هل أنتم تتبعون من لعنه المعصوم ومن وصفهم منهم خرجوا من ولاية الله وولاية الرسول وولاية أهل البيت؟ تفضل جاوب على سؤالي. من هو الصادق يا هذا؟ ارجع إلى حتى كل مذاهبك. من هو الصادق؟ الصادق هو ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو الناطق باسم رسول الله، وهو الراوي لرسول الله صلى الله عليه وآله. حديثه لا يتعدى رسول الله صلى الله عليه وآله، وقوله قول رسول الله صلى الله عليه وآله. الصادق هل تشك بها هي غير صلاة النبي صلى الله عليه وآله؟ نوقف عند هاي النقطة. قلت لك أن أدلة الشيعة القرآن الكريم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وروايات أهل البيت، هذه أدلة ديننا. ثبت لي أن أدلة ديننا، ما أنت بالبداية بدأت أنك متبع لأهل البيت أو غير متبع لأهل البيت.
الآن ثبتت لك صلاتي صلاة الإمام جعفر الصادق أو لا؟ صلاتك ليس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وفي الرواية حماد بن عيسى، وراجع معجم الحديث عندك، من هو حماد بن عيسى بن الواقفة؟ والعلماء ضعفوه ولا ما ضعفوه؟ ها، وبين يعني هذه الأمور ما تمشي علينا، ما تملك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكم بين جعفر الصادق وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم سنة؟ الآن جاوب على سؤالي، لماذا تتبعون المفوضة الذين لعنهم المعصوم عندك وتأخذون الأذان منهم؟ تفضل جاوب، أتمنى أنك ما تهرب من أسئلتي. تفضل. وأنت بغير لك السؤال يا سيد أحمد، وأنت سيد صاحب عمامة، يعني أسألك سؤال بسيط جدا وأتمنى أسمع منك إجابة، لأن أنا قلت هذا الكلام حق واحد شيعي ما صدقني. أريد شيء واحد فقط اتبعتم فيه أهل البيت، فعلوا أهل البيت وأنتم اتبعتموه. تفضل يا سيد أحمد، أريد أسمع منك إجابة. لا تبتدي بمظلوميات يا سيد أحمد، عيب، أنت سيد يعني، فما بال حال يعني عوام الشيعة. تفضل أعطيني فعل واحد اتبعتم فيه أهل البيت. تفضل. شوف حوارنا وين بدأ في أنه هل متبعون لأهل البيت، وين انتقلت أنت؟ تنتقل من موضوع إلى موضوع، تنزو من موضوع على موضوع. يا أخي نقول لك هاي روايات أهل البيت في كيفية الصلاة. شوف مرة تجيب لي الواقف، شوف الواقفي، أو شوف اسمع التسنيد عندنا احنا عندنا الوثاقة، مو بقضية. شوف أنت تجيني إذا أنت صادق واعتقد بك صادق، هذا عندنا منهج احنا في وحتى منهجكم انتم ابناء العامه، التوثيق بالروايه، مع العلم ان هناك انتم العقائد لها اثر في قضيه التوثيق عندكم، لكن احنا عندنا اذا انه ثبت صادق ولا يدلس ولا يكذب بالحديث يقبل حديثه، سواء كان واقفي العقيده. خذوا ما رووا، قاعدة عن الإمام الصادق سلام الله عليه، خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. لا، ليس موضوع لا موضوع. لم تستطع أنك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته في الصلاة، وما استطعت أن تأتي بصفة صلاة النبي، هذا دليل أنك لا تصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن في الأذان ليس موضوع ثاني، أنت مو قلت أذاننا أذان النبي وكالأئمة، وقلت وكذبت على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. تفضل الآن، لماذا تتبع المفوضة الذين لعنهم المعصوم؟ هل أنت تتبع أعداء أهل البيت أم تتبع أهل البيت؟ تفضل. والمفوضة زادوا في الأذان أشهد أن عليا ولي الله. تفضل. كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله لا تفرق، صلاة ما تفرق عندي صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله عن صلاة الإمام الصادق. صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله هي عين ما صلى به الإمام الصادق سلام الله عليه، لأنه الإمام الصادق إذا ثبت صحة الرواية عن الإمام الصادق، هل هو يكذب أو يصلي خلاف صلاة رسول الله أم لا؟ أنت ثبت لي هاي، هل أن صلاة الصادق هي خلاف صلاة رسول الله أو لا؟ ظل جاوب على سؤالي. أنا أدري أنكم تروون عن الواقفة، تروون عن الكفار، تروون عن عادي عندكم، ما عندكم مشكلة، هم ما يوافق هواكم. أنت كتاب سليم بن قيس وثقته رغم أن كل علمائك ضعفوه، وكتاب نهج البلاغة اللي عندك هو فوق كلام المعصوم، فوق كلام المخلوق دون كلام الخالق، ضعفته. فالشغلة عندكم مزاجية، شيء يوافق أهواءكم تأخذون فيه حتى لو كان مضروب، وشيء يخالف يعني يوافق أهواءكم لو كان إن شاء الله مخلخل تأخذون فيه. بعدين حماد هذا عاش في الكوفة ومات في الكوفة، وأبي جعفر الصادق عاش في المدينة وروى في المدينة. مش هذا الموضوع الآن. ما استطعت أن تثبت صفة صلاتك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هني رحت إلى جعفر الصادق. وين علي؟ وين النبي؟ وين الحسن؟ وين الحسين؟ ما استطعت. الآن عندنا في الأذان حتى نثبت إنكم تخالفون أهل البيت ولا تتبعونهم ولا في شيء واحد. تفضل الآن، لماذا تأخذون أذانكم من المفوضة اللي لعنهم عندك علي بن أبي طالب ولعنهم؟ شوفوا على فكرة مو بس علي بن أبي طالب، علي بن طالب قال من أخذ منهم شطر كلمة خرج من ولايتنا ولاية الله ولاية الرسول.
عندك جعفر، عندك الطوسي لعن المفوضة، قال لعن الله المفوضة. يجيب لك كذلك عالم من علمائكم آخر لعن المفوضة. تطفر من مكان إلى مكان. أنت بدأت الحديث بأنكم متبعون لأهل البيت أو لا. جبت لك روايات بصلاتنا عن أهل البيت، لا تبدل الموضوع وابقى على الموضوع. تفضل جاوب على سؤالي وأزيدك من الشعر بيت. عندك جعفر كاشف الغطاء في المجلد الأول صفحة 227 إلى 228. طيب ماذا قال؟ وليس في الأذان قول أشهد أن عليا ولي الله وأن محمدا خير البرية وأن عليا أمير المؤمنين حقا مرتين لأنه من وضع المفوضة لعنهم الله. تفضل الآن جاوب على سؤالي. الإمام الصادق عندما يصلي هذه الصلاة هل هو يخالف رسول الله صلى الله عليه وآله أم يطابق صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ جاوبني. أزيدك من الشعر بيت. اسمع ماذا قال: ولأنه لو كان من فصول الأذان لنقل بالتواتر في هذا الزمان ولم يخفى على أحد من آحاد نوع الإنسان، وإنما هو من وضع المفوضة الكفار المستحوذين الخلود في النار. ولعل المفوضة أرادوا أن الله تعالى فوض الخلق إلى علي عليه السلام فساعده على الخلق فكان وليا ومعينا فمن أتى بذلك قاصدا به التأذين فقد شرع في الدين ومن قصده جزءا من الأذان في الابتداء بطل أذانه بتمامه. تفضل. الصادق ما نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما تملكون صفة، يعني أنت من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جعفر الصادق ما كنتم تصلون؟ ما تملكون صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب ومن نقل الرواية عندك أصلا لا تصح. أنا طالبتك بصفة صلاة النبي ما تملك، جبت لي عن جعفر الصادق واللي ناقل الرواية من أهل الكوفة. أنت تفهم ولا ما تفهم؟ ما تملك صفة صلاة النبي ولا صفة صلاة علي بن أبي طالب، وأتحدى كل مراجعك أن تأتوني بصفة صلاة النبي تقول لي هل صفة صلاة جعفر الصادق كصلاة النبي؟ نعم، عندنا نحن كمسلمين نعم صلاة جعفر الصادق كصلاة النبي، لكنكم أنتم لا تملكون صفة صلاة النبي، وأنتم من كذب على جعفر الصادق. لأن بين جعفر الصادق وبين النبي كم سنة؟ فلهذا أنتم لم تستطيعوا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تستطيعوا الكذب على علي بن أبي طالب ولا على الحسن ولا على الحسين. اتجهتم إلى جعفر الصادق اللي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة بين؟ تعرف أنت كم سنة بينه وبين؟ والمشكلة كل الرواة عندكم اللي نقلوا عن جعفر الصادق لم يلتقوا بجعفر الصادق، كلهم من أهل الكوفة وجعفر الصادق في المدينة. اتفضل جاوبني الآن، لماذا تتبعون المفوضة الذين لعنوهم عندك، لعنهم مشايخك ولعنهم المعصوم، وقال خرجوا من ولايتنا وولاية أهل البيت واتهموهم بالكفر. تفضل. يا أخي لا تتطفر من موضوع الموضوع. أنت بدأت بهذا الموضوع، أتركنا من الأذان بعدين أناقشك بالأذان. الأذان أرجع لك به، بس أنت الآن هذه الصلاة التي أنت قلت أنتم غير متبعون لأهل البيت وغير تابعين لأهل البيت. أنا قد جبت لك رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه. هل أن الإمام الصادق هنا خالف رسول الله أو طابق رسول الله؟ جاوبني. الموضوع رجاء كون موضوعي. انت بدأنا انسخ لك ذني شردود وارجحني لك انت منين بدأت ومنين انتهيت وتتطفر من الموضوع. اقول لك يا اخي تقول ما تتبعون اهل البيت، اقول لك احنا نتبع اهل البيت. قلت لي صلاتكم ما متبعين بها اهل البيت. جبت لك رواية عن الامام الصادق وصورة صلاة الامام الصادق. شو تقول بيها؟ الامام الصادق يتبع رسول الله، يطابق صلاة رسول الله أو يخالفها؟ أنا أسألك سؤال، هذه صفة صلاة النبي أم صفة صلاة جعفر الصادق؟ تفضل جاوبني حتى أنهي معاك الموضوع، لأنك لم تستطع أن تأتي بصفة صلاة
النبي صلى الله عليه وسلم ولا صفة علي بن أبي طالب. هذه صفة الصلاة اللي أتيت بها عن جعفر الصادق أم عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفضل. شوف هذني تسجيلاتك منين بدأت، لا تحرف الموضوع لا تحرفه رجاء. بعدين نجي إلى أن صلاتنا صلاة رسول الله أو مو صلاة رسول الله. احنا تابعين لأهل البيت لو ما تابعين لأهل البيت. هذه الرواية اللي جبتها صورة صلاة الإمام الصادق تقول الصلاة ما جايبة عن رسول الله. هل أن الإمام الصادق كذب هنا على رسول الله؟ هل أنه صلى بصلاة خلاف صلاة رسول الله أو لا؟ سؤالي لك، هل الصلاة اللي جبتها صفة صلاة النبي، صفة صلاة علي بن أبي طالب؟ جاوبني. ما تستطيع أن بتقول رحت لي لجعفر الصادق، بين جعفر الصادق والنبي كم سنة؟ ما تستطيع. هل أنتم ما كنتم تصلون؟ ما كنتم تعرفون صفة صلاة النبي؟ الآن جاوب على سؤالي عن الأذان حتى أبين جهلك كسيد أمام الشيعة. كيف تأخذ الأذان من المفوضة اللي هم ملعونين وكفار عندك؟ تفضل. هل اتبعتم أهل البيت أم خالفتم أهل البيت؟ حتى نبينكم لا تتبعون أهل البيت بشيء واحد. ما تستطيعون إثبات اتباعكم لأهل البيت بشيء واحد. تفضل. جعفر الصادق سلام الله عليه عندما جئت بصورة الصلاة عنه، هل هو مطابق لرسول الله أم مخالف لرسول الله؟ جاوبني على هذا، جاوبني. هل أن جعفر الصادق في هذه الصورة للصلاة خالف رسول الله أم طابقه؟ ما راح أعيد كلامي عليك. تفضل. لماذا تتبعون المفوضة اللي هم ملعونين عندك ولعنهم المعصوم؟ تفضل جاوب على سؤالي، لا تحاول تهرب. تفضل. لم تستطع إثبات صلاتك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رحت إلى جعفر الصادق قلت لك ما تستطيع أن تأتي بصفة صلاة النبي. تفضل. رحت لجعفر الصادق. تفضل. هل هذه النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أم نقل إلى جعفر الصادق؟ وبين جعفر الصادق والنبي صلى الله عليه وسلم تقريبا ما 80 سنة. هل 80 سنة ما كنتم تصلون يا شيعة؟ ما تعرفون صفة الصلاة؟ تفضل الآن جاوبني عن الأذان، لا تحاول تهرب يا سيد. راح أبين جهلك أمام المستمعين. تفضل. وأبين أنكم كشيعة إمامية 12 لا تتبعون أهل البيت، بل أنتم تتبعون أعداء أهل البيت. تفضل. من باب الإلزام حتى ألزمك الآن وأبين لك، يعني من باب الإلزام أنا أقول لك خالف. يلا اثبت لي أن هذه الصفة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. شفت كيف ورطتك؟ شفت كيف ورطت نفسك؟ تفضل. اثبت لي أن هذه الصفة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقول لك خالف. يلا اثبت لي أن هذه الصفة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يلا. قاعد تنط من موضوع الموضوع. خلينا نخلص من موضوع اتباعنا لأهل البيت. احنا بدأنا باتباعنا لأهل البيت، خلص هذا الموضوع يلا ترجع للبقية. انت ليش تدفر من الموضوع؟ في نفس الموضوع. تفضل اثبت لي أن هذه الصفة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يلا تحدي لك. اثبت على كلامك هذا ولا تغيره. أنت كذبت الإمام الصادق سلام الله عليه. ونرجع إلى ما يقولون عندكم في مذهبكم عن الإمام الصادق سلام الله عليه. شوف كذبت الإمام الصادق وقلت أن الإمام الصادق خالف رسول الله وصلاته مو صلاة رسول الله. وإذا صلاته مو صلاة رسول الله يعني شنو؟ يعني صلاته صلاة باطلة ولا صلاة للإمام الصادق. وشوف أنت خالفت حتى أئمتك الآن في الإمام الصادق سلام الله عليه. مدى كذب دعوة هؤلاء بأنهم أن الإمام الصادق هو من أئمتنا، اللي احنا أئمتنا أئمة أهل البيت اللي هم الإمام الصادق. تبينت الدعوة الحقيقية لهؤلاء أن الصادق لا يصلي صلاة رسول الله. الأخ اسمعوا يا مسلمين، الأخ الوهابي يقول الإمام الصادق ما يصلي صلاة رسول الله، خالف رسول الله في هذه الصلاة. حبيبي هذا من باب الإلزام إلك. باب الإلزام. افهم. أدري ارتفع ضغطك. يلا تفضل اثبت لي أن هذه صفة الصلاة اللي نقلها الصادق هي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يلا هذا تحدي إلك. أو تقول إنكم أنتم ما كنتم تصلون إلى أن أتى بجعفر الصادق ووصف لكم هذه صفة الصلاة هذه. أنا أقول لك أن هذه الصلاة من باب الإلزام لك أنها ليست صفة صلاة النبي وليست صفة صلاة علي بن أبي طالب، إنما أنتم كذبتم على جعفر الصادق. تفضل
جاوب على سؤالي، اثبت لي أن هذه الصفة الصلاة صفة صلاة علي بن أبي طالب وصفة صلاة النبي. أتحداك. الإلزام إلي، أنت تقول خالف، يعني شنو من باب الإلزام إلي؟ يا إما جاوبني جواب، يا إما رسول الله صلى الله عليه والإمام الصادق هي صلاته صلاة رسول الله أو لا؟ جاوبني على هذا، أنت جاوبني على هذا، صلاة الصادق صلاة رسول الله أو لا؟ إذا تقول لي مو صلاة رسول الله أنا أجاوبك غير جواب، إذا تقول لي صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله أنا وياك أنا أقر لك هذا ثبت ما نريده إحنا. أنكرت أن هذه الصلاة مطابقة لصلاة رسول الله، وقلت خالف الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الصلاة. اثبت على كلامك لا تغير. تفضل يلا اثبت لي أن هذا ما نقلته أن صفة صلاة النبي. تفضل يلا. أنا أقول أنتم كذبتم على جعفر الصادق وهذه الصلاة ليس صلاة النبي. هذا كلامي. هل تستطيع أن تثبت أن هذه الصفة صفة صلاة النبي أم لا تستطيع؟ تفضل، هذا سؤالي. أنهي الحوار مع من كذب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن كذب الإمام الصادق، وراجعوا يا إخوان كلكم قال أئمة المذاهب الأربعة في الإمام الصادق سلام الله عليه، وكيف أنهم أخذوا علومهم منه. يا إخوان الأخ الوهابي ما أعرف شنو اسمه أبو من يقول أن الإمام الصادق خالف رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاته.